السلام عليكم الإخوان. هذا هو الفيديو اللي داير ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي هاد الأيامات، واليوم جبنا لكم تصريح ديال زوجة مول الزرواطة. كنتمنى تفهموا الموقف ديالها. والله حتى في الصديق ديالنا مول الرموك حتى هو ودار شي تهويل لعائلته، ويصبرهم إن شاء الله. يلا الإخوان ما نطولش عليكم، كنتمنى يعجبكم الفيديو، وخا صراحة ما فيه ما يعجب. ما تنساوش ديروا متابعة، لايك، كومنتير، وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم. يلا الإخوان، فرجة ممتعة. صدمنا. انا راجلي درويش، راه ماشي ديال هادشي، راه ماشي مجرم. الناس ملي خرجوا تيقولوا مجرم، راه ماشي مجرم، راه درويش، راه 20 عام ديال الجواج، وراه ولادو تصدموا، راه تيشوفوا هادشي، راه تألموا ليا بزاف، راه عندي 3 الوليدات، وهذاك السيد راه بقى فينا، احنا جينا نزوروه، حنا معاه حتى الاخر، نطلبوا ربي حبيبي يجيب له الشفاء من عند الله. العلاقة معاك واش عنيف مزيان حنين. تصور تكوني غادا هكا خارجه معاه واحد المره، قسما بالله حيت صنداله من رجلو، عطاها لواحد المراه غادا حفيانه ومشات للدار حفيان. زعما ما هادشي اللي تيقولوا عليه راه ما فيهش، راه الله يعمر له الدار. زعما راه ما عرفناش هاد المشكل اللي وقع له، ما عرفناش. الخبز ديالي ما بغاتش يدخل الحبس، ما عمرو تشد في الحبس، ما عمرو داز في هاد الحاله. الراجل ديالي مسكين تا هو راه عيتي، راه مو ميته، تا هو مسكين، راه حتى واحد ما جا عنده ما سول فيه من غير وليداتو. انا عندي 3 الوليدات وهاد الناس من الدوار. بالنسبة للحالة ديال الوليدات وكيفاش دابا دايرة كيفاش الدراري الكبار مول 16 عام ومول 14 عام مرضوا ليا، وما هذاك الدري اللي عنده 10 سنين الصغير تيبكي الليل ونهار، ما بقينا ناكلوا، ما بقينا نشربوا، ما بقينا حتى شي حاجه. حنا هذاك الدري تا هو بقى فينا، ما يديرش له ديك الضربه. ويلي ما عرفتش هذيك الحاله اللي كان واصل ليها راجلي، راه ما عرفتهاش. هشام راه انسان طيب، انسان طيب. الا جيتو وسولتو عليه في سيدي حيا الغرب، طلقوا لايف وسولوا واحد بواحد، شي طلقوا لايف وبقاو غادين وتتسولوا عليه وشوفوا الناس شنو عيقولوا. ودابا الاطباء قسما بالله لما تيبكيو عليه حق الله العظيم. سيكيريتي كلشي تيقول لك هذاك الانسان طيب، حيت راه كان خدام هنا في ليبانس. واخا كان هو خدام في لابيلوس، كيفاش كنتي تتعامل مع المرضى كيفاش؟ كان اللي ما عندوش المازوت تيديروا من عنده، قسما بالله تيدير المازوت من عنده. وها هو بشهاده هاد السيده، هو راه كانت واحد السيده مريضه حداه تيدير المازوت من عنده، بزاف د الحوايج تيديرهم من عنده. هاد الشيء اللي دار راه تعجبنا فيه. واش كانت عنده شي ضغوطات نفسية؟ كان ابتعاج؟ عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، دخلت واحد السوسه بيناتنا، الله يجعل ربي يرفدها علينا، الله يجعل ربي ياخذ فيها الحق. هذا هو اللي ما نزيدش نهضر، وصلت لواحد الدرجه اللي كيفاش دايره الحالة ديال الدار؟ جينا من هنا من طبيب الزموري. اول ما توصلنا مع السيكيوريتي، يعني ما كاينش شي واحد هنا في الطبيب ما تيعرفش هذاك هشام. تيقول لك هذاك هشام احنا الاصل ديالنا حنا تبهضنا فيه، وماشي السيكيوريتي، قبيله فين عاش في الدوار، فين عاش معانا، جارنا، حبيبنا، خونا. غتشوف الناس ملي شافوا الفيديو ما عطاوش اهميه، ما شافوش وجه هشام. ملي تاكدوا بانه هشام، راه ما كاينش شي واحد يتيق هشام يوصل لهذيك الهستيريا بحال هذيك الدرجه ديال تاع الضرب. هشام واحد الانسان صاحبي اللي اخر واحد تمنى يضرب هذاك الضرب، اخر واحد يقول لك هذاك هشام. قلت ديك الضربة خايبة عاوتاني، الاعتداء خايب. هذيك الضربه ما نبغيوهاش، مشى خايبه. هشام راه شوف، هشام عاش يتيم، عاش وحيد، عاش شحال من يتيم. سنة اللي كتعرف هشام؟ هشام عاش معايا انا، تربى معايا هشام. جابت امه مسكينه، جابت امه مزوجه واحد السيد جارنا، جابته صغير عنده عامين. انا كبرت نصاحبه ولد السيد، تا كبرنا نعرفوا راه مرض، كبر معانا حتى السابعه حتى الثامنه، حتى قرينا. كيفاش كان السلوك ديالو، المعاملة ديالو؟ هشام من اطيب خلق الله. هشام السلوك تاعو ما كاينش، شوف هشام السلوك تاعو حسن، ما كاينش شي واحد مخصم خاطره او تيدابز او عنصري. هاد الشيء تاع العنصريه وتاع الدابيز ما كاينش فيه، ما فيش هاد العنصريه. هشام راه كيما قال تيدي الطبيب، تيدي مون امبيلانس، تيدي شي واحد الطبيب راه تيخلص من جيبو. راه انت راه فايت معايا كان شي حالات انسانيه، هو تيجي تيتضامن مع الناس. راه اطباء اصلا تيشرحوا هذاك السيد. شنو المغاربة كلهم تيقول انه خصو اقصى العقوبات، خصو هذا، خصو احتجاج. شوف ملي ما يعرفوش، شوف انا نقدر اي واحد يهضر على هشام ملي ما عمرو شافو
وشاف هذيك النقطه بالذات يحكم عليه باقصى العقوبات. ولكن حنا كقرايبين اللي تنعرفوه ما يمكنش هذاك السيد تحكم عليه حتى بسيمانه ديال الحبس. ردة فعل خلت المجتمع غادي كامل. يضرب خايبه شويه شوف. بالطريقه. شوف هو البيسبول الناس دابا كتقول كيفاش تكون هي ردات هو وياه مثلا فيا فيك ماشي مشكل. أنا الطريقه اللي ضربها عدوانيه. أنا نتوما كيفاش تبان لك بالنسبه لي انا كنت نعرف هشام هذيك شوف نتفاضل انا ما نقولش انا هذاك هشام ما عمري نتمنى ما عمري نقول هذاك هشام هذاك يضرب هذيك الضربه. راه حنا اصلا تفاضلنا فيه. انا هشام ندابز معاه. انا هشام كان صغير كنا ندابزو صغار خواف من الناس اللي ما عندهمش مع الدابيز، من الناس اللي ما عندهمش مع الصداع. ما ربيه تربيه حسنه. هذاك السيد راه نعيطوا له حنا تكون عندنا شي مشكل في الدوار شي حاجه انسانيه نعيطوا له هشام. شحال من عام هو شفنا بنادم يحكم على الغيار تيوقع واللي ما تحكموش عليه راه انسان طيب. انا قلت لك جيبوا لايف وطلقوه في سيدي يحيى وغادي نسولوا صغير كبير وتسمعوا ردة الفعل ديال الانسان اللي غتسولوا عليه هشام. وهذيك الساعه ملي جيتي دابا للسبيطار عارفه كنتي الزوجه ديال هشام كيفاش بغاو مساكن يهزوني فوق راسهم. هشام ماشي ديال الخساره، هشام ماشي ديال هذا الشيء. حنا راه ملي قالنا هشام ضرب راه تصدموا قسما بالله لما تصدموا. قال لك راه هذيك المره دخلت لي بانس وما كاينش فيها هشام صايقه واحد اخر وواحد الراجل تيعرفو. قسما قال لك بقيت نبكي عليه، بقيت نبكي قبل ما يوقع هذا المشكل. ما بقاش خدام في لي بانس. دابا شنو رساله ديك التحيه؟ سنوصلوا الله يعطيه صحيحته والله يجعل ربي شافيه حتى هو ما نبغيوش له المضره، يعطف علينا ويحن علينا على دوج الوليدات وحنا معاه في اي حاجه خسرها حنا معاه. اللي بغاه حنا معاه عايشوا فينا. الله يجعل ربي يسهل عليه. 3 الوليدات اخويا الله يجعل ربي يسهل عليك. انا خويا راه بغيت ندخل عندك وراه ما لقيتش الجد اللي غندخل عندك. زياره سالات الزياره خويا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي حبيبي.